السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. بما أن حنا الحين على أبواب انتخابات، وطبعا في كل انتخابات تكثر الإشاعات على النواب السابقين الإصلاحيين والمرشحين الحاليين الشرفاء، ولكن الشعب الكويتي واعي لما يدور. ولكن هناك في الدائرة الرابعة هجوم مو طبيعي على 3 مرشحين. في المقام الأول النائب شعيب المويزري، أبو ثامر صوت الشعب، صاحب الموقف، ثابت المبدأ، المطالب الأول بتحسين المستوى المعيشي للشعب، والمدافع عن حقوق المتقاعدين، والمتمسك بمطالب الأمة ولا يتنازل عنها حتى يكون هناك بدائل مرضية أو يتمسك في مطالبه. وكذلك المرشحين محمد هايف وثامر الصويط. لو تشاهدون المشهد راح تشوفون أن المرشحين الثلاثة هؤلاء المتنفذين يسعون لإسقاطهم، سواء بالإشاعات أو بالمقولة المسمومة ناجح ناجح، أو ضربهم بمرشحين آخرين. ومشكلة المرشحين أن حظوظهم جدا ضعيفة بالنجاح، ولكن حظوظهم قوية في إسقاط النواب السابقين، لذلك تمسكوا بالسيوف المجربة. ولا عندنا استعداد أن نجرب مرشحين جدد على الأقل هذه الانتخابات، لأنها مهمة جدا. ما نبي نفس نائب اعترض على رفع الجلسات بسبب غياب الحكومة وفي أقل من 24 ساعة صار وزير، أو مثل نواب الفور سيزن أو منقية الأرانب. نادر جدا يطلع وجه جديد ثابت على موقفه. الخلاصة، نبي نواب كفو شروة شعيب المويزري وثامر الصويط ومحمد هايف، وصوهم لقبة عبد الله السالم ولا تخذلوهم حتى لا يضيع المعروف بين الناس. السلام عليكم.